النقائص، لأنه النقائص هي التي كانت بادية منذ البداية والتي كلفتنا رباعية. إليك جابر، ما هي النقائص التي اكتشفناها من خلال هذه المباراة والتي يجب تفاديها مستقبلا؟ السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم اللي دائما كنحاول نجيب لكم الجديد ومحتوى متنوع. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا بطبيعه الحال على الرياضه كره القدم، ونشوفوا البلاطو الجزائري او الاعلام الجزائري شنو قالوا بعد مباراه الجزائر والسويد اللي انتهت بفوز السويد وبالمنتخب الرديف ب4-3 ضد الجزائر. لكم الشباب مع الفيديو ما تفوتوا حتى ثانيه، لان فيديو مشوق غتستافدوا منه وتعرفوا المنتخبات العربيه نقاط الضعف ديالها بصفه عامه، ونرجعوا نعلقوا عليه في التالي. ليتس جو. من بين النقائص يا كريم هو انه لما تلعب ضد فريق تحولات، معناها فريق يتحول لك من الحاله الدفاعيه للهجوميه ويلعب لك اللعب مباشر، يجب ان تكون ايضا انت فريق تحولات من الحاله الدفاعيه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الذي لاحظناه هو ثنائيه المحور. انت لما بديت البلاطو قلت نتكلموا على بن سبعيني وحده ولا ماندي وحده، قال لك امين نتكلموا على الثنائيه، لانه الثنائيه كانت غير ناجحه واليوم ايضا غير ناجحه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الملاحظ هو انه المنتخب الوطني بدا بضغط عالي نوعا ما، ماشي بشراسه كبيره، لكن هذا خطا، لانه راك تلعب ضد فريق يبني اللعب بثلاث لاعبين. امين واش لعبوا المنتخب السويدي 3-4-2-1 و3-4-3. واش معناها 3؟ واش معناها البناء تاع اللعب يكون بثلاث لاعبين. حارس المرمى لما يكون عنده الكره دائما عنده ثلاث حلول. واش معناها ثلاث حلول؟ وانت تضغط بقويري وبالرحمه وحدهم، دائما كاين حل زائد يخرجوا لك مباشره من ذلك الضغط. لما تضغط انت بست لاعبين ومتاكد نسبه 10% انك ستنجح باستغلال او تتمكن من الكره، 10% غير كافيه. معناها لما تروح ونسبه 90% ما تتحصلش على الكره، راك تترك ايت نوري وفارسي وتترك بن سبعيني وتترك ماندي ضد فريق يحسن التحولات. هذه من بين الاخطاء. والخطا الرابع اللي نختم به كلامي، تكلموا امين في بدايه البلاطو ونوه له انه بالرحمه دائما يبلوكي ايت نوري. بحقيقه الامر ما خلاش ايت نوري بعد خروج من الرحمه مباشره سجل المنتخب الوطني 3 أهداف، لانه ايت نوري تسرح نوعا ما. قويري ترك له المساحه، ترك له الرواق الداخلي، وفي بعض الاحيان ترك له المساحات النسبيه، وفي بعض الاحيان ترك له الرواق الخارجي. اذا اخطاء وجب تصحيحها في اقرب وقت. امين، ماذا دونت من نقاط؟ اولا السلبيات اللي لازم نتكلموا عليها. لما تلعب ضد المنتخب يلعب بخطه مثل ما تكلمنا عليها 3-4-3 او 3-5-2، اول شيء يكون عندك بروفيلات مختاره، يعني دفاعيا تكون قوي. الجهه اليمنى تكلمنا حتى انت كريم قبل بدايه المقابله تكلمنا على فارسي، قلنا بالنسبه لنا جاءتنا مفاجاه توظيف فارسي، وحتى فارسي في الحاله الدفاعيه ليس باللاعبين القويين اللي ربما يعطيك اطمئنان من الحاله الدفاعيه. هذا اول شيء. الحاله الثانيه لما الفريق المنافس حتى الان لما نلعب ضد منتخبات في افريقيا راح يلعبونا باثنين مهاجمين، يعني راح تعزز محور دفاع. نلعبوا 3 في محور دفاع. احنا اليوم لعبنا محور دفاع يتكون من ثنائيه اللي هي بالسبعيني وكذلك ماندي، يعني راح يكون عندك اشكال من راح يدخل مع المحور الدفاع، هل فارسي هل ايت نوري؟ وحنا نعرفوا ايت نوري واللاعب فارسي من اللاعبين اللي ربما هجوميا اكثر منهم دفاعيا. الاشكال الاول. الاشكال الثاني في حاله لما منتخبنا الوطني كان يدخل في مرحله البناء، لما يكون في مرحله البناء ويذهب الى مرحله التقدم اللي هي وسط الميدان، ذلك الاشكال اللي كان خروج بالكره كان بطيء كثيرا باش نروحوا لمرحله البناء. هذا اللي خلى المنتخب السويدي لما يقوم بالضغط تاعه لما ندخل احنا في مرحله التقدم كان عندهم استرجاع الكره والذهاب مثل ما تكلم جابر من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. والاشكال احنا لما نروحوا للحاله الهجوميه يكون عندنا مشكل في الحاله الدفاعيه اللي هي دائما يكون تقدم ايت نوري والتقدم اللاعب فارسي يخلي تلك المساحات. وما تنساش كريم اليوم احسن لاعب اخذ احسن تنقيط هو لاعب سيما. نذهب بسرعه، نذهب الى الايجابيات. جابر، ايجابيات لا اقول انه المرونه التكتيكيه التي حدثت في الشوط الثاني وتكلمت عليها في بدايه البلاطو، انه المنتخب الجزائري اصبح فريق عنده مرونه تكتيكيه ويغير من نهج واسلوب اللعب. في الشوط الثاني غير بعض التغييرات، اخرج بالرحمه ودخل قويري على الجهه اليسرى اين حرر ايت نوري. الشيء اللي لازم يفهمه الجمهور الرياضي ماذا حدث بالضبط في الشوط الثاني هو انه بالناصر كان معزول نوعا ما في الشوط الاول، لانه كان ضغط عالي عليه. ماذا حدث؟ لانه لما يكون ماندي حاكم الكره ويحوس على حلول دائما يلقى حل واحد اللي هو بالنصر، وهذا بالنصر الحل اللي لقاه دائما عنده ضغط. واش دار المدرب في الشوط الثاني؟ ادخل معه بن طالب. لما دخل بن طالب اصبح هناك حل اضافي في وسط الميدان، واصبحت مرحله التدرج سلسه نوعا ما، لانه اصبح عندنا حل ثاني اللي هو بن طالب، وحرر عوار في المرحله الهجوميه، واصبحت صناعه اللعب كاينه على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى. اذا المرونه التكتيكيه وتغيير النهج وفهم اللاعبين لفلسفه المدرب في ما بين الشوطين شيء يحسب للمدرب ويحسب للاعبين. الايجابيات تلعب بالاجنحه او الاروقه، لازم تكون عندهم سرعه كثيره في الذهاب الى الوطني. دائما
دائما يلعب براس حربه حقيقي. لما نتكلموا عن راس حربه حقيقي ربما انا بالنسبه لي يكون بونجاح او يكون اي لاعب اخر، لكن بصفه او بروفيل راس حربه حقيقي اللي يعطيك ربما انا بالنسبه لي تلك الصراعات اللي يخليك قوي. هذا من النقاط ربما الايجابيه اللي شفناها في الشوط الثاني وسط الميدان. دائما لما دخل بن طالب عرف كيفاش يكسر تلك الكرات بالتمريرات مع غويري واللاعب شايبي حتى ان شاء الله. اذا الكثير من الايجابيات فقط هيك قبل ان نختم البلاطو. كلمه على السلام التحكيم. الحكيم شفنا الكريم حكم عادي، كان 29 تدخل في كل مباراه، 14 في الشوط الاول، 15 تدخل في الشوط الثاني، 6 بطاقات صفراء، 4 منها للمنتخب الجزائري سلبيا دائما، انه 3 منها احتجاج وواحده للسلوك الغير رياضي بدون كره. شكرا لكم اذا سادتي على هذا التحليل القيم. طبعا فعلا تحليل قيم ومنطقي. هضروا على الاخطاء ديال المنتخب الجزائري اللي خص المدرب يتفاداهم ويصحهم، وهذا الشيء راه كينطبق على حتى المنتخب المغربي اللي باقي. خاص وليد الركراكي يصحح مجموعه من الاخطاء الا بغاو الجزائر والمغرب ينافسوا على كأس افريقيا. لان شفنا البارح السنغال كيف قلت لكم فيديو اللي قبل، منتخب مرعب، منتخب منظم، وخاصو اللي ينافس منتخب السنغال. من دابا كما سمعتوا تحليل واعر بزاف. نتمنى مدرب منتخب الجزائر ومنتخب المغربي وليد الركراكي يصحوا هذه الاخطاء ويبادروا ويجددوا المنتخبات ديالهم بدماء جديده. هادشي اللي كاين الشباب. خلونا الاراء ديالكم على هذا الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد كيف العاده. سير الله يسهل عليك الى وصلتي لهذه الثانيه الاخيره من الفيديو. قول امين. ان شاء الله لي فروسكم. السلام عليكم.